فيديو اليوم هو عبارة عن أكشن ورياضة وتصوير، فإذا أنت من محبين المواضيع هاي أو أحد هذه المواضيع اشترك إذا ما مشترك، وحط لنا لايك وشوف الفيديو كله للأخير وانطينا رأيك بالتعليقات. خلينا نبدأ الفيديو. قبل كم يوم كنا احنا متواجدين بمدينة باكوياني. باكوياني تبعد عن تبريسي 3 ساعات. احنا بالجبال، يمين يسار باوع. مدينة باكوياني هي أحد المدن الطبيعية السياحية الموجودة بجورجيا، تعتبر منطقة جبلية وكان بيها ثلج، وهاي المنطقة ناس تسوي بيها تزلج، سكينج وفعاليات رياضية هواية. فإحنا كنا هناك شنو نسوي؟ كانت أكو بطولة أوروبا لكرة الطائرة الشتوية. بشكل عام كرة الطائرة لها هواية مناسبات، اكو عندهم بطولة كرة الطائرة اللي تصير بالقاعات، وبطولة كرة الطائرة اللي تصير على الشاطئ، واكو عندهم بالجديد استحدثوا بطولة كرة الطائرة اللي تصير على الثلج. فتواصلت ويانا وزارة الرياضة والشباب الجورجية حتى احنا نغطي بطولة أوروبا لكرة الطائرة الثلجية أو الشتوية تحت سن 20 سنة. فالبطولة بيها 10 منتخبات أوروبية، وهاي البطولة متوزعة على 4 أيام، وكان إحنا الشغل مالتنا إنه نغطي هاي البطولة من صور وفيديوهات. شنو يعني؟ كان إحنا مطلوب من عندنا من كل يوم ننطيهم صور اللي هي شلون نقول أحداث اللي صارت بالبطولة. فكان المفروض أنه يوميا نسلم 100 صورة، وكان لازم نسوي فيديو تقريبا 3-4 دقائق يغطي كل هاي البطولة بشكل عام. فأني وجونيور وإحنا الباكوياني ويا المنتخبات كلها، وقعدنا وياهم بالفندق اللي هم قاعدين بيه، وكانت إحنا شغلتنا أنه نغطي هاي البطولة. صار لنا 4 أيام، واليوم نص النهائي والنهائي. فخلي نشوف. أنا من مشجعين تشيك وجونيور مشجعين ايطاليا. لو عندك اقتراح ثاني. لا ايطاليا. انا حاير ما بين تشيك تفوز وبولندا. انا حيران بين ايطاليا وبولندا. والاتراك لاعبين لعب يعني هم يخوفون. بيهم امل. فهسه احنا راح نبدي نحكي اول شيء على شنو العده اللي كانت ويانا اللي استخدمناها بتصوير هاي البطوله. احنا صورنا صور الكانون R6 Mark II، والعدسه ال70-200 مال كانون الفيرجن 2، وحاطين الادابتر مال RF. صورنا الفيديو الكومودو اكس ويا ال2870 F2 ماك بوكس وشاشه وميكروفونات رود، ونكون جاهزين. وكانت عندنا همين لدرون المافيك 3 كلاسيك، وكانت عندنا الجو برو 11 حتى يعني نصور لنا فلوجات شويه مشاهد منها حتى نقدر نطلع لكم اياها بهذا الفيديو. وبالنسبه للعدسات اللي كانت عندنا هي عدسه ال 2870 الكانون الاف 2، وكان همين موجود عندنا عدسه الاي اف الكانون ال 2470 الاصدار الاول، وهمين كان عندنا مايك رود الجو برو 2 اللي هو مايكروفون وايرلس. فمن حندخل بتفاصيل الفيديو راح تشوفون انه اني مسجل انترفيوهات ومسجل اصوات الناس لما تلعب وتشجع، فهاي كل الاصوات مسجله بهذا الميكروفون. فحكينا نصور ونشغل الميكروفون ونحاول ناخذ اصوات الناس او اصوات البطوله او اصوات الرياضه حتى نضيفها للفيديو حتى تعطي احساس حلو. احنا صورنا 4 ايام. اليوم الاول كان يوم خفيف بس الافتتاحيه، بس اللعبات كانت باليوم الثاني واليوم الثالث، واليوم الاخير هو اليوم النهائي. لعبون بلغاريا على نص النهائي، واللي يفوز يروح النهائي. احنا شايفين البولنديين احلى من البلغاريين، فشجع البولنديين. كنا مع بولندا. احنا حاليا جاي نصور ثالث ورابع. فوق البنات ثالث تركيا ورابع ايطاليا. وحاليا ايطاليا متقدمه 1-0 بالاشواط، و6-5 في الشوط الثاني. واحنا نشجع الايطاليين، نعطيهم شويه خي يتفرجون. واحلى نقطه للمنتخب الايطالي يستاهلون. هذا الفاينل مع النساء ما بين بولندا وتشيك.
جمهورية التشيك. تشجع منه؟ بولندا. بس اللي تشيك ادائهم جامد، بس انا بحب البولنديين. طيب انا بشجع التشيك، خلينا نشوف اللي يفوز. شوف. بالنسبة للمنتخبات اللي فازت بهاي البطولة، منتخبات الشباب كان المركز الثالث المنتخب التركي، المركز الثاني جمهورية التشيك، والمركز الأول كان المنتخب البولندي. وبالنسبة للبنات كان المركز الثالث هو المنتخب التركي، والمركز الثاني هو المنتخب البولندي، والمركز الأول هو منتخب جمهورية التشيك. احنا تقريبا بهاي الأربعة أيام صورنا بحدود 7000-8000 صورة، وبهاي الأربعة أيام تقريبا صورنا كل الفيديوهات مال الكاميرات الريد ومال الدرون ومال الكاميرات الجو برو. طلع عندنا الفوتج تقريبا 9 ساعات ونص. انا بالبدايه راح احكي لكم على الصور ما اخذت وقت هوايه بالمونتاج، لانه احنا كان هناك ويانا لابتوب، فكان احنا لازم يوميا نصور 1500-2000 صوره، نختار منهم احسن 100 نمنتجها وندزها حتى يصير النشر الاخبار من فاز ومن خسر وتفاصيل البطوله. فاحنا كنا يوميا نمنتج وندز بالصور. كان لازم احنا نصور اهم الاحداث اللي تصير، الشركات الراعيه للبطوله، اللاعبين والمنتخبات، من منتخب يسلم على منتخب قبل لا تبدي المباراه، شنو الاحداث اللي تصير اثناء المباراه، الشوتات الحلوه اللي واحد يقمز يطير ويضرب طوبه، واحد يقمز يسوي حركه معينه. زائدا احنا همين صورنا المنتخبات وهي تفوز، لحظات الاكشن، اللحظات الحاسمه، وصورنا النهائيات والتتويج. بشكل عام من اكو تصوير على ايفنت رياضي معين لازم انت تصور كل اللحظات المهمه وغير المهمه، لانه انت ما تعرف يا لقطة حلوة ممكن تدزها، بس هم يريدون صور توثق هذا الحدث، وصور بيها رياضة، بيها أكشن، بيها عاطفة، واحد فرحان، واحد زعلان، واحد نقول جاب نقطة. هاي كانت أهم الأشياء المهمة. شنو الصعوبة بتصوير صور من هذا النوع؟ الصعوبة شغلتين. الشغلة الأولى كانت الأرض كلها ثلج، وكانت الشمس موجودة، فكان من الصعب انه احنا نفتح عيننا بدون نظارات. فكان الموضوع انه انا لابس النظارات الشمسية وكامش الكاميرا بيدي، من اريد اصور لازم ارفع النظارات واصور بالكاميرا، من اخلص لازم البس. هاي اللحظة والتبديلة، هاي الضوء مال الشمس كلش مزعج. فاللي تعلمناه بهاي الحركة انه احنا اذا عندنا تصوير بالثلج والدنيا شمس لازم تكون عندنا نظارات شمسية. وهميا الفكرة الثانية، احنا كنا من نصور صعب جدا انه نشوف الشاشة بسبب إضاءة الشمس الدايمة والانعكاس اللي جاي يصير من الثلج، فكنا معتمدين دائما على الفيو فايندر. فكنا احنا نصور بهاي الطريقة مو بهاي الطريقة. والموضوع الثاني المتعب بتصوير الرياضة انه من نقول اللاعب يركض ويقمز ويضرب الطوبة، احنا بهاي الثانيتين نكون مصورين تقريبا 30-40 صورة حتى بالمونتاج ناخذ الصورة الاحلى او الصورة الافضل. بس انا هسه راح اراويكم بعض الصور اللي احنا صورناها، وقولوا لنا شنو رايكم بالصور بالتعليقات. انا رايي عن الصور، كان في افتتاحيه صغيره وكان في ماتش افتتاحيه بين المنتخب الجورجي الكبير والمنتخب الجورجي تحت 20 سنه. تصوير في اليوم الاولاني ما كانش كتير، كان في شويه شوتات كده الماتش الافتتاحي. لما روحنا شفنا الصور، خدنا بريف عن الصور اللي احنا صورناها، لقينا ان في شوتات محتاجه تتظبط اكتر. اتفرجنا على ماتش كامل علشان نعرف تاني يوم هنصور ازاي، ناخد البيرفكت شوت قبل ما يجي، يعني نبقى متوقعين الزاويه، متوقعين النطه. خدنا شويه فكره عن اللعبه علشان نفهم عنها اكتر ونعرف نصورها ازاي بطريقه احسن. بالنسبة للفيديو، الفيديو كان هميا نوعا ما صعب ومتعب. الفيديو ليش؟ لأنه الكاميرا ثقيلة، وكان إحنا لازم نتنقل، يعني نصور لقطة من هاي الزاوية ونروح نفتر على الجهة الأخرى ونصور لقطة من الزاوية الثانية، والأرض كانت ثلج، فصعب جدا إنك تكون شلون نقول
ما تتزحلق ومنتبه، والطوبه يمكن صارت مرتين او ثلاثه بالغلط جتي باتجاه الكاميرا، واحنا لحقنا الكاميرا ودافعنا على الكاميرا وما خلينا الطوبه تضرب الكاميرا. وايضا كان الموضوع مزعج انه انت تشوف شاشه الكاميرا واضحه والضوء والشمس دائما دايرك، هذا هم كان صعب. وزي ما احنا كنا عايزين نظارات شمس، الكاميرا كمان كانت عايزه نظارات شمس، فدي كانت النظارات الشمس بتاعه الكاميرا. ده المات بوكس. طبعا الدنيا هناك كانت تلج جدا، الارض كانت لونها ابيض، فكان عامل ريفليكشن الشمس مع التلج، عامل ريفليكشن رهيب في الكاميرا. فانت لو كنت بتصور في الشمس من غير المات بوكس الموضوع كان هيبقى صعب جدا والفيديو كان هيطلع بايظ. حاجه تانية، احنا طبعا بعد ما صورنا ماتش واثنين وعشرة كان لازم نبقى عارفين الماتش بيخلص امتى، لان في النهائيات كان لازم نبقى عارفين ان الماتش مثلا بيخلص عند النقطه 15 او الشوط بيخلص عند النقطه 15، فمجرد ما الشوط يخلص احنا كان لازم نحسب الوقت على طول عشان نروح عند المنتخب اللي بيحتفل، علشان ما نضيعش اي لقطه، ناخد الشوط من اوله. الاحتفال بتاع المنتخب من وقت النقطه كلها الاخيره تتصور بالاحتفال بتاع المنتخب. ويا جماعه المات بوكس ده يعني مهم جدا لاي حد بيصور فيديو، سواء في الشمس او في النهار عموما، في الصيف على البحر، كل ده هيكون مهم جدا المات بوكس في تصوير الفيديو. والمات بوكس ده من سمول ريج، لو عايزين نعمل فيديو كامل عنه بيشتغل ازاي وبتستعمله ازاي. وطبعا 100% احنا من صورنا 9 ساعات ونص فيديوهات نطلع منها احسن 4 دقائق او احسن 3 دقائق. كان الموضوع هذا كل صعب، تقريبا اخذ منا الموضوع 30 ساعه حتى نصفي هاي الفوتج. الطريقه اللي منتجنا عليها شلون كان اكو، احنا عندنا الفوتج 9 ساعات ونص، قاعد الاستاذ جونيور على الفيديوهات من 9 ساعات ونص، اخذ اهم اللقطات وسوالنا ساعتين، وراها قعدنا من جديد. الساعتين اخذ منها اهم اللقطات سويناها ساعه، وراها قعدنا من جديد. هاي الساعه اخذ منها اهم اللقطات وسوينا ربع ساعه. من الساعه الى ربع ساعه نوعا ما بدينا شلون نقول نتخيل او نشوف او نكتب القصه او نعرف احنا المونتاج مالنا وين رايح، قصه الفيديو شلون راح تصير. وعلى هذا الاساس بدينا نمنتج الفيديو. الفيديو اول شيء سويته 5 دقائق، كانوا هم حابين الفيديو يكون اقصر، وجانا مرات منتجناه بطريقه ثانيه وحاولنا نسويه قدر الامكان اقصى وقت ممكن. وحسب ما اتذكر الفيديو صار 3 دقائق وش كم ثانيه، وتقريبا بقينا نمنتج هذا الفيديو 5 ايام بمعدل 10 ساعات باليوم لحد ما طلع الفيديو رهيب واو. ومن سلمناه للزبون، الزبون كان جدا فرحان، وبدون اي تعليق ولا اي تعديل اخذوا الفيديو ونشروه على كل صفحاتهم. وهذا الفيديو راح يسجل بالتاريخ لانه هاي كانت اول بطوله اوروبا لكره الطائره اللي على الثلج، وصارت بجورجيا. فجورجيا استضافت هاي البطوله باكو يعني، واحنا اللي صورنا هذا الفيديو. فيعني شلون نقول حطينا كل الامكانيات بهذا الفيديو، حاولنا نطلع باحلى شيء ممكن. واكتبوا لي في التعليقات رايكم في الفيديو، رايكم في الفيديو ده الثاني بتاع البطوله. انا شارك في المونتاج بتاعه. بشكل عام رايي على الايفنت وعلى الاكسبيرينس، كان الايفنت كلش حلو وكانت الاكسبيرينس كلش حلوه، وكان من الجميل انه احنا مصورين قاعدين في فندق، وهذا الفندق ب10 منتخبات اوروبيه تقريبا. المنتخبات راح اعدد لكم اياها اللي كانت مشاركه بالبطوله. اصبر خلينا نبديها من البدايه. جمهوريه تشيك، بولندا، تركيا، أرمينيا، رومانيا، بلغاريا، مولدوفا، جورجيا، إيطاليا. عندنا امتحان كويز إذا أحاول أتذكر المنتخبات. كانت البطولة كلش حلوة، التقينا بلاعبين من مختلف الدول وبثقافات مختلفة وناس مختلفين. كان الجو كلش حلو، كانت صح الدنيا ثلج وباردة، بس كانت الشمس تمام يعني شوية نوعا ما تدفي. تونسنا، صورنا فيديوهات كلش حلوة. وبشكل عام كانت عندنا ساعات العمل اللي هي نبدي من الساعة 10 الصبح، كانت هي أول لعبة بالجدول، والجدول يخلص الساعة 5، فكنا احنا نشتغل من الساعة 10 إلى الساعة 5 متواصل، ومن تغيب الشمس نوقف نكمل على اليوم الثاني. وهسه راح نشغل لكم الفيديو اللي سويناه للبطولة 3 دقائق وش كم ثانية، شوفوه اعطونا رأيكم بيه بالتعليقات، وإن شاء الله الفيديوهات الجاية حتكون أحلى. مع السلامة. მეორე მამუკა ჭახნაკია, საქართველოს უოქსის ნაკრების წევრი. Welcome in Georgia, my friend.
I'm a coach of Moldavian team and I'm really glad to be here. It's very nice opportunity for us. I'm Lea, I'm from Italy. We wish to advance to the semi-finals and we hope we do really well. მე ვარ თეკლა ეფრემიძე, ეროვნული ნაკრების კაპიტანი U20-ის. ბაკურიანში ჩატარდა U20-ის ჩემპიონატი და ეს მისთვის ყველა წარმატებული ნაბიჯი არის საქართველოსთვის, რომ უფრო განვითარდეს აქ ეს სპორტი. I'm Julia Radarczuk, I'm from Poland. My name is Aria and I'm from Bulgaria. Hi, I'm Su from Turkey. It's a great tournament because it's the first in the world. Bravo! Bravo! لو انت لسه بتتفرج على الفيديو حط لايك.